من استاد القاهرة. مستفيدا من تعادل الأهلي والترجي ضامن الوداد البيضاوي العبور إلى الدور نصف النهائي من دوري الأبطال الإفريقي بالرغم من الخسارة الثقيلة التي تلقاها على يد مضيفه مولودية الجزائر ب3-1. 90 دقيقة حملت الكثير من المفاجآت التي فجرها المولودية عميد الأندية الجزائرية مستغلا عاملي الأرض والجمهور ليحفظ ماء الوجه ويثأر من الوداد المغربي بتسجيله 3 أهداف مقابل 1 بالرغم من كونها مباراة تحصيل حاصل نظرا لخروج المولودية مبكرا. المباراة بدت ثأرية منذ البداية لتشهد تألق المولودية الذي تمكن من استغلال تراجع الدفاع الودادي ليتقدم رضا بابوش ويسجل هدف المباراة الأول عند الدقيقة 31 ولم تمر سوى 5 دقائق ليعود بابوش بنفسه ويهدي جماهيره هدفا ثانيا متأثرا باللافتة التشجيعية التي ظلت تكرر الشعب يريد 4-0. الدقيقة 40 كانت موعدا لتألق عز الدين سفيان عندما تصدى لهدف كاد يسجل عبر السفاح الكونغولي فابريس أندولي، غير أن الوداد عزم على الرجوع إلى القمة لتظهر استفاقته ويبدأ بالضغط الهجومي مع الدقيقة الأولى للشوط الثاني، غير أنه لم يسفر عن أي نتيجة. وكاد المولودية يعزز تقدمه ويحرز هدفا ثالثا في الدقيقة 57 من ركلة حرة مباشرة بواسطة حمزة كودري، إلا أنه لم يترجمها إلى هدف حتى حانت الدقيقة 61 التي شهدت بالفعل ثالث أهداف أبناء عبد الحق بن شيخة عبر أوصالي، لكن الوداد لم يستسلم ليتقدم فابريس أندولي من جديد ليسجل هدفا، ولكن سرعان ما انطلقت صافرة الحكم لتعلن التسلل قبل أن يسجل أحمد أجدو هدف فريقه الأول في اللقاء عند الدقيقة 80 من ركلة جزاء إثر مخاشنة حمزة كودري الذي طرد بالحمراء. والحديث عن مباراة المولودية والوداد البيضاوي وننضم إلى المباشرة من الدار البيضاء عبد المجيد سحيتة لاعب الوداد البيضاوي سابقا. سيد عبد المجيد أهلا بك. نبارك تأهل الوداد للدور نصف النهائي، ولكن ربما تأهل يضع الكثير من علامات استفهام حول مستوى الوداد وبالتالي مصير الفريق في الدور نصف النهائي وربما إمكانية مشاركته من عدمها فيما تبقى من البطولة والوصول إلى النهائي لهذا الفريق. مساء الخير. أولا قبل الشروع في أي كلام أود أن أهنئ وداد الأمة على تأهل ديالو لنصف نهاية بطولة بالتأهل ديال فريق نادي الوداد وداد الأمة في عصبة الأبطال. أكيد أن المقابلة اليوم كانت جد صعبة على نادي الوداد الرياضي، لأنه كان عليه واحد ضغط كبير بعد ما ضيع التأهل بمدينة الدار البيضاء ضد فريق نادي الأهلي. اليوم شفنا وجه مغاير ديال نادي الوداد الرياضي اللي قام بواحد المقابله ماشي في المستوى ديال المشوار اللي قام به في طيله المقابلات لا ضد الترجي ولا ضد النادي الاهلي. كانت فراغات في وسط الميدان، ابتعاد الخطوط عن بعضها، اخطاء بالجمله اللي جعل فريق مولوديه الجزائر يسجل الهدف الاول. من بعد تسجيل الهدف الاول عود سجلوا مولوديه الجزائر الهدف الثاني لربك حسابات نادي الوداد الرياضي. سيد عبد المجيد، بهذه الطريقه التي لعب بها فريق الوداد البيضاوي حتى بالنتائج، يعني 4 تعادلات، فوز واحد فقط امام المولوديه وخساره واحده مع المولوديه في الجوله الاخيره، هذا فعلا يؤشر بان الفريق قادر على منافسه الانديه الاخرى التي بلغت الدور نصف النهائي للمسابقه. اكيد لان فريق وداد الامه كان في مجموعه اللي تسمت بمجموعه الموت، لان فيها فريق الترجي وفريق الاهلي ومولوديه الجزائر. هذه اصعب مجموعه كانت لان فيها فرق قويه. الان احنا بعد التاهل ديالنا لنصف النهايه اكيد ان الوداد غيراجع الحسابات ديالو. المشوار اللي قام به نادي وداد الامه في هذا عصبة الأبطال كان مشوار رائع، جد رائع، إلا المقابلة ديال اليوم اللي ما كانتش في المستوى والتطلعات ديال الجماهير المغربية. شكرا جزيلا لك عبد المجيد سحيتة من الدار البيضاء، لاعب سابق للفريق الوداد البيضاوي للمنتخب المغربي أيضا لكرة